حاجة عادية ومناسبة للجو الرمضاني، لكن اللي مش عادي ان ابو رامي يكون مكان لاجتماع قوى المعارضة، وبالتحديد لفطار التغيير اللي نظمه دكتور محمد البرادعي. الفطار ده نظمه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ل 200 من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير والحملة الشعبية للتغيير، واللي بيعتبره دكتور البرادعي مخالف لقانون الطوارئ. الفطار بيعتبر أول ظهور للبرادعي بعد سفره لمدة شهرين للخارج وعودته قريبا، وبيقام احتفالا بمرور سنة على تأسيس الحملة. وقام دكتور البرادعي بإطلاق الموقع الجديد للحملة وهو حملة.net اللي بيعكس أفكار وأهداف الجمعية. الحزب الوطني حاول لمدة 30 عاما وفشل، وأكرم له أن يقول: لقد حاولت، لقد فشلت، سأترك الميدان لغيري من المصريين ليحاولوا وينتشلوا مصر من المستنقع الذي وصلنا إليه. لابد أن نعرف دائما أن قوتنا لا مثيل لها، لأننا الشعب، نحن مصدر السلطة، ويجب دائما من كل واحد منكم أن يعرف أن هذه البلد هي بلدنا، ليس بلد النظام. يقولون دائما أنني ويجب أن ألتزم بالقوانين والدساتير. أنا أعرف ما هي القوانين وما هي الدساتير، ولكن ما لدينا في مصر ليست قوانين وليست دساتير. وتعرض المؤتمر اللي تم عقده بعد الإفطار للخطوات التالية لجمع التوقعات، واللي أكد القائمين على الحملة إنها ممكن تصعد لتصل بالمواطنين لحالة عصيان مدني شامل يجبر النظام على إعطاء الشعب حقه في الديمقراطية والتغيير. إحنا بنحلم لو إن هذا في موعد الانتخابات لم يدخل أي شخص في الانتخابات إلا الحزب الوطني. في هذه الحالة النظام لابد أن يسلم النمر زي ما بتقول. لأن معناه أن الشعب المصري قال كلمة صريحة واضحة: أنت لست ممثلا لنا، أنت لا تعبر عن نظام سياسي ديمقراطي. غلب الشباب من ناشطي الحملة ومن المتطوعين فيها بجانب شباب حركة 6 إبريل على الحاضرين. لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن يكون هناك 40% من المصريين يعيشون بأقل من 5 جنيهات في اليوم. أقل من 5، واللي بياخد 5 جنيه في اليوم بيعتبروه قريب من الفقر. الفقير بيحصل على 3 جنيه في اليوم. 40% من أخواتنا في الشعب المصري. هناك 28% من المصريين لا يقرأوا ولا يكتبوا. جميع مبادئ وأهداف الجمعية مقنعة وعادلة، ولا يعيبها غير سوء التنظيم اللي خيم على الإفطار وعلى المؤتمر الصحفي، واللي ممكن يخلي البعض يشكك في قدرة الحملة على إحداث التغيير المنشود واللي بيحلم بيه أفراد الشعب بجميع طبقاته. كلمة دكتور البرادعي كانت مليانة بالثقة والتفاؤل وبالوعود للشعب بالتغيير وبإخراجه من الحياة اللي أرهقته واللي مستني أي أشياء يتعلق بيها عشان تخرجه منها. رشا السيد، القاهرة اليوم.